السلام عليكم، عامل ايه يا ابو الكباتن؟ النهارده حلقه جديده وحلقه الكره المصريه اللي هنتكلم فيها عن كل اللي حصل في الجوله الثالثه والرابعه من الدوري المصري. عندنا تعادل النادي الاهلي مع غزل المحله، فوز المفاجاه نادي مودرن سبورت على بيراميدز، فوز الزمالك بطلوع الروح على فريق فاركو، وكمان التعادل المفاجاه من فريق حرس الحدود على فريق النادي المصري. فمن غير مقدمات كتير يلا نخش في الحلقه، بس قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وسبسكرايب وتشارك في القناه عشان يوصلك جديد اول باول ان شاء الله، وتقول لي رايك في المحتوى. ويلا بينا نخش في الحلقه، وتعالى نبدا بماتش الاهلي وفريق غزل المحله. طبعا شفنا لابس شيرت الزمالك فاكرني هحفل، بس لا، انا جاي اتكلم النهارده كوره، واتكلم بالاخص على خوسيه روبيرو اللي كان عليه هجوم شديد جدا من جماهير النادي الاهلي بعد الماتش، وبتقول لك الراجل ده كان السبب في التعادل قدام فريق غزل المحله. تيجي تساله طب ليه هو غلط في الماتش في ايه؟ يقول لك ده في الدقيقه 75 خرج محمد علي بن رمضان وخرج اشرف بن شرقي. طب يا معلم هو لعبوا 75 دقيقه ما عملوش حاجه، انزل ناس جديده زي طاهر محمد طاهر والشحات والناس دي هتديني دفعه، وفعلا ده اللي حصل. تعال نخش في تفاصيل الماتش ونحكي خوسيه روبيرو فعلا هو ظالم ولا مظلوم. الماتش اللي بدا من النادي الاهلي بضغط عالي زي ما هو كان متوقع، وفي اول دقيقتين عرضيه من تريزيجيه يخش زيزو بدماغه، كانت كوره خطيره بس تيجي في ايد عامر. في الدقيقه الثامنه ياخد تريزيجيه كوره من بعد نص الملعب ويصوب واحده قويه، بس يقدر برده عامر اللي هو يتصدى ليها. اول 8 دقائق هجمتين خطر للنادي الاهلي. في الدقيقه 17 بقى كان في هجمه مزدوجه للنادي الاهلي، اول واحده عمر كمان عبد الواحد عمل الكوره بالعرض، جراديشار عمل فين راحت لمحمد علي بن رمضان شاطها خبطت في مدافع فريق فاركو، رجع الثاني لاحمد سيد زيزو على الوينج اليمين، رفع الكوره عدت من محمد علي بن رمضان تاني نزلت في جراديشار اللي واقف لوحده قدام الجون، حطها في الشبكه من بره، واديها فرصه هدف الاول النادي الاهلي الثالث مره في المباراه اول 17 دقيقه بس. طب انت لسه شايف ان روبيرو ما عملش اللي عليه؟ في الدقيقه 24 كوره من محمد الشناوي طويله يلعبها جراديشار بدماغه تنزل الكوره لاحمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو اللي حط الكوره من فوق عامر بس حد فيها قوه زياده، بدل ما تنزل في الجون تطلع ورا شبكه عامر وتضيع فرصه تقدم النادي الاهلي الرابع مره اول ثلث ساعه. هل بقى روبيرو اللي واقف على الخط هينزل هو يجيب الكوره مكان زيزو ولا يحط الكوره مكان تريزيجيه؟ هو ملوش دعوه. نكمل الماتش. في لقطه بقى في الدقيقه 24 عايز اقف عندها، ودي ممكن تبقى عيب من خوسيه روبيرو، اتفق معاك فيه. الاهلي جاله فاول على منطقه جزاء نادي غزل المحله، المفروض اللي يخش يشوط احمد سيد زيزو، وفعلا زيزو واقف على الكوره، بس بدل ما يشوط الكوره في الجون لعب كوره لمحمد علي بن رمضان اللي سندها اللي جاي من ورا خالص كريم فؤاد اللي شاطها في السماء. طبعا انت اهلاوي، اول حاجه جت في دماغك بعد الكوره دي قلت فينك يا وسام يا ابو علي، وبعديها برده جه فاول النادي الاهلي ما عرفش يعملوا بيه اي حاجه، يعني الفاولين دول لو كان وسام موجود كان هيقدر يجيب منهم واحد بلا شك. ونكمل بقى الشوط الاول لسه ما خلصش. الشوط الاول اللي في اخره في الدقيقه 46 كوره لجراديشار اللي بتزحلق على الارض تروح لتريزيجيه اللي الجون قدامه كله فاضي يحط ارتو، بس لما تيجي في الجون تيجي في العارضه وتضيع فرصه التقدم النادي الاهلي لسادس مره في الشوط الاول. هل روبيرو هينزل يجيب الجوان دي يا جدعان؟ قول لي بقى انت بتلوم المدرب في ايه؟ المدرب شغلانته اللي هو يوصل الفريق للجون، وروبيرو في الشوط الاول بس وصل للنادي الاهلي 6 مرات للجون، منهم بقى زيزو اللي حطها فوق العارضه، منهم تسجيل اللي حطها في العارضه، منهم جراديشار اللي حطها في شبكه من بره. هينزل يحط الكوره دي هو يا جدعان؟ طيب فاكرها خلصت في الدقيقه 61 كوره من على الوينج اليمين عملها تريزيجيه بالعرض، فودها جراديشار راحت لزيزو اللي شاط الكوره بشماله، ما اعرفش شاطها بشماله ليه، يعني انت راجل ايمن والكوره جالك على يمينك بتشوطها بشمالك ليه؟ مش فاهم، بس تروح الكوره في ايد عامر وتضيع فرصه التقدم للنادي الاهلي لسابع مره في الماتش. في الدقيقه 65 عايزين نقف عند الدقيقه دي بقى بالذات، كوره مع كريم فؤاد في الباك اليمين رفع الكوره في 3 من لاعيبه الاهلي جوه الجون بتاع عامر، الثلاثه اتعزموا على بعض، واحد لعبها بدماغه طلعها فوق العارضه. قول لي بقى المدرب هيعمل ايه؟ 65 دقيقه 8 فرص محققه للتسجيل ضيعوها لعيبه النادي الاهلي. طيب يا عم في الدقيقه 69 كوره من زيزو رفع الاوفر دخل تريزيجيه جوه ال6 يارده، بدل ما يحط الكوره في الجون حطها فوق العارضه وتضيع فرصه التقدم للنادي الاهلي ل10 مره في الماتش. انت متخيل كميه الهجمات الاهلي بتضيعها؟ 10 كور في اول 70 دقيقه الاهلي مش عارف يجيب جون، تفتكرها خلصت في اخر دقيقه في الماتش كوره مع اشرف داري زهق بقى الراجل ودى واحده بيمينه راحت الكوره في العارضه بتاعت عامر بتزغرط، وينتهي المباراه بنتيجه 0-0 للفريقين. كاوفرول ما اقدرش الوم روبيرو في اي حاجه خالص، روبيرو اخر ما ينام في الفريق ده. عايز تلوم لوم زيزو، لوم تريزيجيه، لوم محمد علي بن رمضان، لوم جراديشار، لوم محمد شريف، الناس دي اللي ضيعت كميه كور مفيش لعيبه هواه تقدر انها تضيعها. امال تيجي ترمي اللوم على المدرب كده يا معلم؟ انت بتسلم المدرب تسليم اهالي، والمدرب اللي هيجي بعده هيلعبك نفس الكوره اللي موجوده لان نفس الافراد ما اتغيرتش، وانك لو مشيت المدرب وجبت اي مدرب مكانه المدرب اللي هيجي مكانه ده هيقول لك ما تحاسبنيش على اي حاجه، فيبقى انت دمرت الموسم. لا كمل مع الراجل ده، الراجل ده بيلعب كوره كويسه والراجل ده هيجي منه بيغلط كتير بس في ماتش مقفل زي ده ان هو يوديك ب10 كور محققه للتسجيل ما تقدرش تجيب فيهم ولا جول، لا يا معلم ده مش عيب مدرب خالص، ده عيب لعيبه. فقبل ما تلوم المدرب لوم اللعيبه، وقبل ما تلوم اللعيبه ممكن تلوم الاداره انك ازاي بعت واحد زي وسام ابو علي ده ب $7.5 مليون وما قدرتش انك تجيب لي لاعب يعوض لي وسام ابو علي. وسام ابو علي اللي كان في ماتش مقفل زي ده ينتش لك فاول، ينتش لك شويه من بره منطقه الجزاء يطلع واحده بدماغه، كان مهاجم فارق معاك جدا. امال جراديشار مهاجم بينزل يستلم، محمد شريف مهاجم بينزل يتابع، فالناس دي مش نافعه خالص. لازم النادي الاهلي في يناير يجيب مهاجم تقيل عشان النادي الاهلي من غير مهاجم هيفشل. تعالى بسرعه نخش في السلبيات والايجابيات لعيبه النادي الاهلي ونشوف مين اللي عمل ماتش كويس ومين اللي عمل ماتش حلو. انا عايز اشيد
بثلاث لعيبه في خط دفاع النادي الاهلي، اولهم هو اشرف داري اللي كان عامل ماتش كويس جدا جدا. الاهلي ما راحش عليه هجمات كتير، بس كان على طول غزل المحله بيروح بهجمات مرتده وبيلعب بكره عاليه، كان بيقدر يصد ليها اشرف داري. وتاني واحد لازم نتكلم عليه هو محمد الشناوي، في عز اللي كل اللي فيه ووفاه والده ربنا يرحمه قدر انه يعمل ماتش كويس لحد ما النادي الاهلي راحت عليه هجمه خطيره واحده، بس قدر محمد الشناوي يتعامل معاها ويصدها كوره جريندو في الدقيقه 74. وتاني واحد نتكلم عليه هو احمد رمضان بيكر. الراجل ده يا جدعان بيعرف يطلع بالكوره، راجل سريع، راجل مهاري، الراجل ده حرفيا هو المعوض الاساسي لحته محمد عبد المنعم في النادي الاهلي، فلازم روبيرو يعتمد عليه جنبه ياسين مرعي لما يرجع من الاصابه. هيبقى هي دي ثنائيه دفاع النادي الاهلي في الايام الجايه وفي السنين الجايه، لازم روبيرو يعتمد عليهم الاثنين مع بعض. اما في نص الملعب فلازم نتكلم على اليو ديانج، ما شاء الله عليه دبابه في نص الملعب، شايل نص الملعب لوحده. انت بتهاجم طول الوقت بس انت بتهاجم وسايب وراك مساحات، كان اليو ديانج مغطي كل المساحات دي، فلازم بسرعه النادي الاهلي يجري ويجدد عقد اليو ديانج، لان لو ما عملش كده هيخش فريق بارقام كبيره يغنيه وياخدوا منك فلوس السنه الجايه وتبقى اكبر خساره للنادي الاهلي. تعالى بقى نخش على خط الهجوم وعايز اتكلم على اثنين، احمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه. هو بجد تريزيجيه ده ابن النادي وزيزو اللي جاي من الفريق الغريم؟ احنا بنشوف في الملعب يا جدعان تريزيجيه مش موجود، تريزيجيه ده بتاع منتخب مصر، ده اللي فايدته في منتخب مصر احسن من محمد صلاح. احنا بنشوف تريزيجيه واحد على واحد مفيش، بيضيع كور محدش يضيعها. يا اخي ميتين امي دي ضربه جزاء انت ضيعتها، فوق بقى يا عم والعب بقى، ايه اللي حصل لك يا معلم؟ انت اللي جاي تشيل الفريق. فتلاقي الناحيه الثانيه زيزو اللي جاي من الزمالك وعليه ضغوط قد كده، هو اللي بيجري وهو اللي بيرجع يدافع وهو اللي بيعمل كل خطوره النادي الاهلي وهو اللي بيشوط على الجون وهو اللي معاه كل حاجه. حس على دمك شويه يا عم تريزيجيه والعب، انت واحد من كباتن النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي. لما تشوف واحد زي زيزو اللي جاي من الفريق الغريم هو اللي بيعمل كل اللي انت المفروض تعمله، لازم تحس على دمك شويه وتغير وتشيل النادي الاهلي على كتافك. اما بالنسبه لباكات النادي الاهلي فانا مش هتكلم، النادي الاهلي عمل اغبى صفقه شفتها في حياتي، هو لما باع كريم الدبيس لسيراميكا كليوباترا وجاب منه محمد شكري. طب ايه الفرق؟ انت وديت باك شمال وجبت باك شمال وانت ما عندكش باك شمال. كان ايه اللي هيحصل لو جبت شكري مع كريم الدبيس ويبقى عندك اثنين باكات شمال؟ ازاي فريق زي النادي الاهلي ما فيهوش الا باك شمال واحد ومصاب والمدرب مش مقتنع بيه كمان؟ فدي اكبر غلطه النادي الاهلي عملها. والناحيه الثانيه على الباك اليمين اذا كان هاني، كريم فؤاد، عمر كمال، الثلاثه ما يختلفوش عن بعض، فالنادي الاهلي في يناير محتاج باكات 100%. وبكده بقى احنا خلصنا كل حاجه عن النادي الاهلي وحكينا كل حاجه بالتفصيل. النادي الاهلي اللي عنده يوم السبت ماتش مش سهل خالص مع فريق نادي بيراميدز، ماتش هيبقى صعب، ماتش هيبقى مسيري للدوري. ممكن بعد الماتش ده بعد ما النادي الاهلي خرج بنتيجه سلبيه نشوف اقاله خسير بينهم وتدريب النادي الاهلي عادي جدا، ويبقى النادي الاهلي بيحاسب على مشاريبه الغلط اللي عملها في اول الموسم. فالاهلي راح على فين محدش عارف، بس احنا قاعدين ومستنيين النادي الاهلي هيرجع اقوى ولا لا. وتعالى بقى نخش على اول الدوري فريق نادي الزمالك ونتكلم على فريق نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي كسب نادي فاركو بنتيجه 1-0 في ماتش تعب اعصاب وحرقه دم وكور بتضيع ما تضيعش. وبص الواحد كان قاعد على اعصابه. انا لما شفت يوسف سيد عبد الحفيظ نازل من على الدكه قلت الراجل ده هو اللي هيجيب فينا جول التعادل في الدقيقه 96 وكابتن سيد عبد الحفيظ هيطلع بص يا حفل علينا اليوم الدين. بس الحمد لله ربك ستر ونادي الزمالك قدر يخرج باهم حاجه بالثلاث نقط. قبل ما نتكلم عن الماتش لازم ندي التحيه لجون ادوارد. نفسي اشوف البابا واقول له ايه اللي اقول لك ايه وعد لك يا عم جون ادوارد. قبل بدايه الموسم كله قال لك الزمالك ده عامل صفقات كاس هينافس بقى على المركز الرابع والمركز الخامس، بس اللي يحصل ان الزمالك بعد اول 4 ماتشات يقدر يتصدر الدوري المصري بفرق نقطتين على فريق النادي المصري، والناحيه الثانيه فريق بيراميدز في المركز التاسع ب5 نقط، وانما النادي الاهلي في المركز السادس ب5 نقط بس من 3 ماتشات مش 4. فنادي الزمالك بيبني صح وماشي على الطريق الصح. تعالى بسرعه نخش على ماتش الزمالك وفاركو ونشوف ايه اللي حصل فيه. الشوط الاول هنسكيب كله عشان ده اسوأ شوط للزمالك مع فريرة. الشوط كله ما كانش فيه الا كوره خطيره واحده لنادي الزمالك، الكوره اللي عبد الله سعد لعبها من ركنيه طلع حسام عبد المجيد بدماغه حطها بس هي جنب العارضه. والناحيه الثانيه فريق فاركو كوره مع الوينج اليمين رفعها الواد تخبط في العارضه بتاعت محمد صبحي وتطلع، ودي تبقى اخطر فرصتين في الشوط الاول. ونادي الزمالك على طريقه ماتش فيوتشر مع بدايه الشوط الثاني هجمه نادي الزمالك منظمه تروح الكوره لالفينا اللي بيطلع ناصر ماهر اللي بيعمل بالعرض، تروح الكوره عداء الدباغ اللي بيشوطها بس يطلعها مدافع فاركو من قلب الجون، تروح الكوره شيكو بنزا اللي جاي لوحده اللي بيحط واحده نو لوك ويبقى الهدف الاول لنادي الزمالك في المباراه. وانا قلت بعد الجون ده نادي الزمالك هيكسب سكور، بس اللي حصل عكس كده. كانت اخطر كوره للزمالك بعد الجون كانت في الدقيقه 64 بعد عرضيه من عمر جابر يطلع ناصر منسي بدماغه يحطها في الجون، بس المدافع يطلع من قلب الجون ويشيلها وينقذ فرصه هدف محقق لفريق نادي الزمالك ويضيع الاول على ناصر منسي في الدوري. لحد الدقيقه 93 كره مرتده لنادي الزمالك تروح الكوره ناصر منسي بيطلع عليه شيكا الكوره تعدي من تحت رجله تروح لناصر منسي اللي الجون قدامه فاضي يحط الكوره في الجون تخبط في العرض وتطلع من قلب الجون وتضيع فرصه الثاني لنادي الزمالك والاول لناصر منسي في الدوري وفرصه لا تروح اعصابنا. بس نادي الزمالك لازم كل ماتش يفضل
مدخلين على اعصابنا لحد دقيقه 96. انت بتلاعب فاركو يا معلم من الدقيقه 60 ولا من الدقيقه 65 بيلعبوا ب 10 لعيبه، ازاي ما دوستش عليهم وازاي ما جبتش الثاني والثالث من بدري؟ انا ما اعرفش. نفس الكلام اللي قلته على فريق مودرن سبورت الماتش اللي فات، نفس الكلام يا عم فيريرا، انك ما بتدوس وبتتراجع لورا وبتخلي الفريق قدامك يمسك الكوره. افرض في اي كوره كان نادي فاركو جاب التعادل كنت هتطلع تتزف وهيتعمل عليك زفه لحد بعد بكره. فيا عم فيريرا بعد كده اي ماتش تلاقيه سهل قدامك تدوس بالثاني والثالث. انت شفت خوسيه روبيرو اللي مش عاجب جماهير النادي الاهلي في ماتش فاركو، نزل من اول دقيقه جاب الاول والثاني والثالث، خلص الشوط الاول 3-0 وخلص الماتش من بدري وريح لعيبته كلها. انت نازل التشكيله بتاعتك مريح عم اتنين عندك في الفريق محمود بن تايك ومحمد شحاته، بس في نفس الوقت بتلعب مكانهم بدونجا ورجعنا ناحيه احمد فتوح لعيبه برده اساسيه. فانت عملت ماتش كويس بس برده يعيبك اللي كان لازم تدوس وتجيب الثاني والثالث. وتعالى نخش على السلبيات والايجابيات بتاعت نادي الزمالك. نادي الزمالك لو اتكلمنا على السلبيات فانا ما شفتش اي سلبيه في الماتش نادي الزمالك خالص، الا ممكن سلبيه واحده وهي عداء الدباغ اللي لسه لحد دلوقتي ما جابش جون. بس الراجل في كره الجون الاول لو كان حاطط الكوره في الجون المدافع شالها، الراجل اللي بينزل يتحرك كويس، الراجل اللي كل الكوره العاليه بيعرف يستلمها كويس. فعداء الدباغ استنى الانفجار بتاعه بيطبخ على نار هادئه. اما بالنسبه للايجابيات لازم نتكلم على اهم لاعب في نادي الزمالك حاليا هو خوان الفينا. الراجل ده من اول ما المباراه بدات وكل لاعب نادي الزمالك من عنده كل كوره بتبقى مع نادي الزمالك بيرموها لاخوان الفينا. يا جدعان خوان الفينا ده جامد لدرجه ان هو بيعمل حاجات عمر جابر اللي عنده 34 سنه اول مره يشوف حاجات تعمل قدامه. يعني تلاقيه قطع كده وعمل بص ما الحته مقفوله، تلاقيه عدى واحد واثنين وثلاثه الكوره بتطلعش منه. فالراجل ده مكسب كبير لنادي الزمالك، مكسب مادي مكسب معنوي في الملعب. الراجل ده ربنا يبعد عنه الاصابات. لعيبه فاركو النهارده كانت نازله عماله ترزع وتخبط فيه، فربنا يحفظك يا عم خوان الفينا. ثالث واحد هنتكلم عليه هو شيكو بانزا. الراجل ده اللي ما بين الشوطين وانا بفتح الفيسبوك لقيت لك كل الصحاب بيتريق عليه بيقول لك مصطفى شلبي مجنون اسود. يا جدعان ما فرق السماء والارض بين الراجل ده ومصطفى شلبي. هفضل اقولها لك، الراجل ده كونه اللي هو بياخد الكوره من على الوينج ويخش واحد لواحد احسن بكتير من اي مصطفى شلبي. مصطفى شلبي كان بيستلم الكوره على الوينج ويرجعها لورا، ده بياخد الكوره وياخد في وشه هتتقطع مش هتتقطع وبيكمل جوه منطقه الجزاء، ولو زي من الوينج الشمال بتلاقيه راح على الفينا ضم على الفينا عمل ثنائيه قويه. فالراجل ده استنوا عليه، الراجل ده هيجي منه جايب لك جونين، عايز ايه تاني؟ انا مش عارف. استنوا عليه وبلاش تقطعوا في اللعيبه بتاعتكم لسه بدري على الدوري. وعايز اتكلم على واحد مش واخد حقه في نادي الزمالك في اخر كام ماتش، هو نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا اللي الصوره اللي لازقه في دماغنا اللي ده لاعب تعبان، اللي ده لاعب بتاع لقطه الراجل ده، بس الراجل ده من بدايه الدوري مع فيريرا هو نبيل عماد دونجا تاني خالص. تلعب في نص ملعب فيه 1-6 وده بالايد عبد الله السعيد وناصر ماهر. فنبيل عماد دونجا بيغطي كميه مساحات وراهم والراجل ناجح ان هو يعمل ده، وكمان بيلعب كور طويله كويسه. هو شاط كوره عبيطه في الشوط الاول كده، بس الراجل ده كاوفرول في الاربع ماتشات هو عامل ماتشات قويه جدا. فاستمر على كده يا عم دونجا، مكانك موجود في نادي الزمالك اساسي وفي منتخب مصر. وبكده ما انا خلصت كل حاجه عن نادي الزمالك والنادي الاهلي. نادي الزمالك ما اتكلمش عليه كتير زي النادي الاهلي، بس النادي الاهلي هو اللي كان فيه الكلام اكتر. نادي الزمالك زي ما قلنا اهم حاجه ال3 نقط، اهم حاجه برضه انك تكسب الماتش الجاي قدام وادي دجله عشان تخش التوقف الدولي وانت متصدر الدوري ومعنوياتك في السماء. اما على الناحيه الثانيه ففريق بنادي بيراميدز خسر في مفاجاه من فريق مودرن سبورت بنتيجه 2-1. اما بالنسبه لفريق النادي المصري فتعادل 1-1 في الدقيقه 93 عن طريق محمد اشرف روقه ابننا البار اللي جاب التعادل لنادي حرس الحدود وادى الزمالك صداره الدوري. وبكده يبقى احنا خلصنا حلقتنا. انا اسف لو طولت عليك. في نهايه الحلقه لو عجبتك الحلقه لايك شير سبسكرايب عشان تكون شاطر جدا اول باول، واستنانا ان شاء الله يوم الاثنين الجاي في حلقه ما بعد مباراه الاهلي وبيراميدز والزمالك وادي دجله ونهايه اول 5 جولات من الدوري المصري نقيم كل حصل في الفرق. سلام عليكم.